تعرف ان حكايه انه هتلر كاره لليهود هي الحقيقه الكامله؟ طب تعرف ان هو السبب في احتلالهم لارض القدس؟ وكل ده بسبب تنسيق الثانويه العامه. الطفوله مرحله مهمه جدا في حياه كل انسان، ممكن تحولها من حياه كلها فرش والوان لدم وهلاك. وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. خليني في الأول أحكي لكم شوية حاجات عن أدولف هتلر. هتلر اتولد في مدينة ريفية على الحدود ما بين النمسا وألمانيا، والمفاجأة إنه هتلر مش ألماني، وهو كان ابن الأب عمره 70 سنة، موظف جمارك ملتزم، وكان ابن غير شرعي لأب يهودي رفض الاعتراف بيه. أم هتلر كلارا، واللي كانت في ال30 من عمرها، وكان فرق السن بينها وبين أبوه فوق ال40 سنة. كبر في القرية دي ووصل لسن الثانوية العامة، ولكنه سقط. والده موظف الجمارك اللي كان قاسي جدا معاه، وطبيعي جدا نتوقع سبب القسوة دي اللي سببها والده اليهودي ليه. ولكن هتلر كان مرهف الحس، كان عنده ميول للرسم والعزف، وراح قال لوالده انه عايز يقدم في أكاديمية الفنون طالما ما ينفعش في الثانوية العامة. اما ابوه قال له انت خايب وساقط وكمان عايز تختار، انت هتكمل زيي وتكون موظف جمارك. ولكن لحظه توفى ابوه، ومبقاش في حاجه تمنعه من تحقيق حلمه. سنه 1907 خد هتلر الفنان رسوماته وراح يقدم في الاكاديميه، واللي كان واضح فيها بالمناسبه الموهبه، وراح واثق جدا من انه هيتقبل. قام مدير الاكاديميه وكان يهودي الديانه بالمناسبه قال له روح يا حبيبي شوف حاجه تعملها غير الرسم. شاف انه عادي يعني. صدمه شديده وخصوصا بعد وفاه امه. ايه ده؟ هو انا ما قلتلكمش؟ كلارا توفت بسبب تشخيصها بسرطان الثدي، وبعد معاناه كبيره جدا مع المرض قرر دكتورها ادوارد بلوخ، واللي كان يهودي الديانه بالمناسبه، واللي حقنها بعقار تجريبي للسرطان، ولكنه تسبب في موتها. يبقى فقد هتلر امه وابوه والحلم، وكمان الفلوس اللي كان سايبها ابوه وهو في فيينا عشان تقديم الاكاديميه. فقير ووحيد تماما، حتى انه كان بيرسم نفسه على الجسور زي المتسولين. سنه 1914 قرر هتلر الانضمام للجيش عشان يحارب في الحرب العالميه الاولى، ولكنه برضه اترفض بسبب نحافته الشديده. وكمان مش محتاجه اقول لكم ايه ديانه القائد اللي رفض هتلر، ولكن الجانب الكويس انه عرف بتوصيه ينضم للجيش ويحارب، ولكنه اتصف عينه بالعمل مؤقت، وكان مؤمن ان الجيش اتهزم بسبب اليهود. طب اشمعنى اليهود؟ خليني الاول احكي لك شويه حاجات مهمه عن حال اليهود في المانيا قبل الحرب. برغم ان اليهود كانوا اقليه في المانيا وعددهم بس 2% من سكان المانيا، وعددهم 500 الف من تعداد السكان الالمان، واللي كان عددهم 60 مليون، الا ان الجماعه الصغيرين دول قدروا يستحوذوا على 50% من الاعلام و70% من مناصب القضاء، وكانوا مسيطرين بشكل كامل على الادب والفنون. وعشان تحكمهم في حجم الاموال الكبير جدا هم اول من اسس فكره البنوك، ولكن بسبب سيطرتهم دي انهار الاقتصاد الألماني، وفقد بسببهم ملايين من الآباء أموالهم مع سياسة الاقتراض اللي جت بسبب تأسيس البنوك، وكان سبب مهم جدا في خسارة ألمانيا الحرب. دولة منهارة اقتصاديا وجماعة معينة هي بس اللي بتحكم في المال، وزي ما هتلر كان شايف إن هم اللي خانوا بلادهم، وطبيعي جدا طعنة الظهر تكون منهم. ده غير تأثيرهم على الفن والأدب، وزي ما قلنا إن اليهود أول من زرع فكرة الانحطاط الثقافي. فمثلا أول مسارح الشذوذ الجنسي كانت في برلين، فكرتهم وفكرة الشذوذ الجنسي وكل ترويج للفن المنحط هم مؤسسينه. وكل ده كان كافي انه هتلر اول ما يرجع من الحرب ويمسك منصب في الجيش والحظ يحالفه، اول حجر يفكر يشيله من الدولة المنهارة دي هم اليهود، وخصوصا انه مبدأهم في النواحي المالية شبه مبادئ الدول الحلفاء واللي انهزمت قصادهم ألمانيا في الحرب. وطفل من وقت ما كان عمره سنوات كل يهودي يقابله يكون بمثابة صخرة تتحطم عشانها أو بسببها أحلامه. بدأ يجردهم كل المناصب اللي كانوا فيها، وخصوصا مناصب القرار، يعني جرد القرد مفتاح القرار. وعشان الإيجو الألماني قرر هتلر يروج لفكرة العرق النقي، وقرر إن كل ما هو ألماني عرق نقي، وإن البشر جزئين، جزء معمر وجزء هادم، واعتبر اليهود ان هم الجزء اللي بيهدم. ومش بس كده، العرق النقي ده لازم يسود العالم، ومش مفروض يكون فيه لا ضعيف ولا خاين، واعتبر ان كل اصحاب الاعاقات الجسديه والشاذين جنسيا وكمان اليهود قذارة لازم ألمانيا تتخلص منها. وخصوصا ان كل الدول الأوروبية والدول الغربية اللي النهاردة بنشوفها بتتكلم عن حرية المعتقد كانوا عايزين يتخلصوا من اليهود، لان هم جماعة غير مريحين بالمرة، وكمان دينيا هم قتلة المسيح. وكان بين كل وقت
وقت والتاني توجه ليهم اتهامات بقتل الاطفال شويه وبدمهم بيتعمل طقوس دينيه وتهم تانية مختلفه. فكان في افكار بنقلهم بره المجتمع الغربي من قبل هتلر اصلا، فكانت في فكره نقلهم لبره عند مدغشقر، ولكن فشلت الفكره لانه البنيه التحتيه لمدغشقر كانت رديئه جدا، وكمان مساحتها مش هتقدر تستوعب اعداد اليهود كامله. وكان برضو مقرر يتعمل ليهم بنك هناك عشان يتم مراقبه اموالهم وعشان يتاكدوا ان هم مش هيكونوا جزء من التحكم الاقتصادي العالمي مره تانية. فقرر هتلر يشتغل لهم في الازرق، وكان بيتم معاملتهم أسوأ معاملة علشان يهاجروا، وبالفعل بدأت تهاجر ولكن أعداد قليلة. حتى روسيا نفسها كانت بتحاول تهجر اليهود اللي فيها لكينيا. وبعد الحرب العالمية الثانية وانتشار أخبار بأن هتلر انتحر بسبب الهزيمة، استغلوا الجماعة دول الموقف، وخصوصا أن ماما أمريكا تشهد، وقالوا أن هتلر عمل محارق جماعية لليهود وحرق 6 مليون يهودي. وبغض النظر أن عددهم أصلا لما وصل هتلر الحكم كان 500,000 بس. وطبعا تاريخ الدول المهزومة بتكتب الدول المنتصرة، وان هتلر المجرم ده لو نجح في تعيين عدد كبير من الالمان في وظائف، وخصوصا بعد ما كانت الدولة دي قبل ما يمسك هو الحكم كانت بتعاني من البطالة، دي اصلا وظائف اليهود اللي هو حرقه. فاول ما اخترع ضربني وبكى هم، فراحوا لماما امريكا وبريطانيا وقالوا لهم ان احنا محتاجين وطن قومي يحمينا، وما تتعبوش نفسكم وتدوروا على الارض. احنا لقينا حتة ارض فاضية اسمها فلسطين، فاضية خالص ما فيهاش غير 6 مليون ونص فلسطيني بس. وطبعا لو رواية المحارق لليهود كانت حقيقية هيكون عتبنا على هتلر الوحيد انه ما كملش اللي بدأه. وطبعا الدرس المستفاد من حكاية هتلر ان كل اللي عنده كلية حلم يدخلها، وما نركزش في فكرة التنسيق حتى لا نخلق هتلر جديدا. اخواني واخواتي، ما تنسوش تتأكدوا انكم لو كنتوا على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب، ولو كنتوا على الفيسبوك تشاركونا آرائكم، وكمان ما تنسوش الشير. كنت معاكم مريم رجب، هستناكم الحلقة الجاية.